شخص بيخطف بنته وبيخليها تعترف بكل جرائم الماضي، وبيقول لها إن لو في جريمة واحدة ما اعترفتش بيها هيقتلها. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها مانسي وهي مع حبيبها في عربيته، وفجأة بيظهر شخص بيهجم عليهم بالسلاح. وبعد كده بنشوف مانسي مربوطة في كرسي وفي شخص مجهول بيسألها مين الشخص اللي كانت معاه ولو كانوا على علاقة ببعض، ولكنها ما بتردش على سؤاله وبتقوله إن دي حاجة ما تخصوش، وبتطلب منه يتصل على جوزها وهو هيدفع أي مبلغ هو عاوزه، ولكنه بيرفض وبيقول لها إنه مش هيكرر سؤاله مرة تانية، وبيقول لها إنها لو ما جاوبتوش هيخلص عليها، وعلشان كده بتخاف وبتقوله إنه حبيبها. وبتبدأ تحكيله إنها كانت بنت بسيطة عايشة في قرية ريفية لكن كان عندها أحلام وطموحات كتير، وبعد محاولات كتير منها قدرت تقنع عيلتها بإنها تسافر تدرس في المدينة، ووافقوا بشرط إنها ترجع مرة تانية للقرية بعد ما تخلص. لكن آخر سنة في الجامعة كان عندها أحلام كتير لسه ما حققتهاش، وما كانتش حابة ترجع للقرية لأن مصيرها هيكون إنها تتجوز وتخلف زي باقي البنات اللي عايشين في القرية. وفي نفس الوقت علشان تعيش في المدينة كانت محتاجة فلوس كتير علشان تقدر تصرف على نفسها، لكنها ما كانش معاها لا فلوس ولا عندها شغل. وبنرجع للماضي وبنشوفها وهي قاعدة في كافيه، وبيجي الويتر يقول لها تطلب حاجة أو تمشي لأن دي سياسة المكان، ولأنها ما كانش معاها فلوس قررت تمشي. لكن قبل ما تعمل كده الويتر نزل لها عصير وشاور لها على شاب اسمه فيشل قاعد على الترابيزة اللي جنبها، وعرفها إنه دفع حسابه. وكانت في الأول مترددة إنها تشربه وقررت تمشي بعد ما تشكر فيشل، لكنه صمم بإنها لازم تشربه لأنه دفع حسابه خلاص وكده الفلوس هتضيع عليه، وفعلا شربته. وبعد كده اتعرفوا وقعدوا يتكلموا مع بعض عن دراستهم وأحلامهم وأعجبوا ببعض، وعلشان كده اتقابلوا مرة تانية واعترف كل واحد منهم للتاني بإنه ما بيحسش بالوقت اللي بيقضوه مع بعض. ومن بعدها وبقوا دايما يتكلموا فيديو مع بعض ويكرروا مقابلاتهم كتير في نفس الكافيه. وبعد فترة فيشل أخد منسي لبيته علشان تعيش معاه بعد ما عرف منها إنها مش معاها فلوس تأجر بيت. وبعدها بفترة اتخطبوا لبعض من غير ما حد من عيلتهم يعرف. وفي يوم اتصل فيشل على والدته فيديو وعرفها على منسي وقال لها إنه بيحبها، وشرح لها إنها من عيلة فقيرة ولو رجعت للقرية عيلتها هيجوزوها، وعلشان كده قرر يتجوزها ويجيبها تعيش معاهم في بيت العيلة. لكنها رفضت وقالت له إن مشاكلها العائلية حاجة ما تخصهمش، ده غير إن والده لسه متوفي وما ينفعش يتجوز دلوقتي. وبعد كده اتكلمت مع منسي وقالت لها إنهم حددوا من 3 سنين جواز فيشل ابنها من بنت صديق والده، وما ينفعش دلوقتي يخلفوا وعدهم. وعلشان كده منسي سابت البيت بالليل وبعتت رسالة لفيشل بإنها ترجع للقرية، وطلبت منه ما يتواصلش معاها مرة تانية. لكن رجعت تاني بعد كام يوم وقالت له إنها ما قدرتش تعيش من غيره، وعرفته إنها حكت لعيلتها عنه وهم كمان رفضوا جوازهم ببعض وقالوا إن الأفضل عندهم يقتلوها ولا إنها تتجوز عن حب. ووقتها قرر فيشل بإنهم يتجوزوا من غير موافقة أهاليهم، وعملوا كده فعلا. ولما والدته عرفت اتضايقت منه وقالت له إنه هيرجع يندم، وده لأنها كانت شايفة إن منسي طمعانة في فلوسه. وبسبب ده منسي بدأت تكره نفسها وقالت إنها لازم تكون غنية علشان ما تحتاجش لحد، وكانت عاوزة تمشي بعد جوازها من فيشل علشان علاقته بوالدته ما تبصش، لكنه رفض وقال لها إن والدته طيبة وفي النهاية هتستسلم للواقع وهتكلمهم. ومن بعدها كانوا عايشين حياة سعيدة مع بعض. وقدرت منسي تشتغل مهندسة معمارية في شركة كبيرة. وفي يوم عرضت على فيشل إنهم يبنوا بيت أكبر ليهم من اللي عايشين فيه لأنه بيت والده مش بيته، لكنه رفض وقال لها إنه مبسوط معاها في البيت ده ومش حابب إنه يغيره. وعلشان كده ما دققتش معاه، ولما راحت لشغلها قال لها المدير إنها ذكية واجتماعية في نفس الوقت وشايف إنها تقدر تحقق نجاح في قسم المبيعات، واقترح عليها إنها تنقل لهناك بدل قسم التصميم، وإن في نفس الوقت مرتبها هيكون أكبر وهتاخد مكافآت وحوافز كتير وهتترقى بسرعة. ولأن منسي ما كانش عندها أي هدف في الوقت ده غير إنها تكون غنية، قررت توافق وبدأت تشتغل مع المدير من تاني يوم. وكان أول عميل ليها رجيف، واحد من أكبر رجال الأعمال في المدينة ومالك شركة بيرفكت لاند للتطوير العقاري. وقدرت إنها تلفت انتباهه بذكائها وجمالها، وقال لها إنه هيفكر وممكن يخليها المسؤولة عن تأمين مشروع مكون من 20 عمارة. وفي نفس اليوم ده المدير وصلها للبيت في الوقت اللي كان فيشل قلقان عليها لأنها اتأخرت وما بتردش على التليفون. ولما فيشل شاف المدير قريب منها زيادة عن اللازم بدأ يشك إن في حاجة بينها وما بينه، وخصوصا إن طريقة لبسها اتغيرت وأغلب لبسها بقى مكشوف ودايما بترجع متأخر والمدير هو اللي بيوصلها.
ودايما بتكون شاربة، ونظرات ولمسات المدير ليها ما بتكونش كويسة، وعلشان كده اتعصب عليها وقال لها إنه مش هيسمح بإن المدير يوصلها مرة تانية ولا إنها تهمله وتهمل البيت علشان شغلها. وعلى الرغم من إن مانسي كانت مدركة إن المدير بيحاول يقرب منها، إلا إنها كانت بتتجاهل اللي بيحصل وبتعمل مش واخدة بالها، وده لإنها عارفة بإن مفيش حل تاني لإنها تكون ناجحة في شغلها وتقدر بعد كده تكون غنية زي ما هي عايزة. هو بيفضل فيشل بعد كده زعلان منها فترة كبيرة، لكن في النهاية بيسامحها. وفي شغلها بتقول لها بنت من زمايلها إن المدير مبسوط معاها في الشغل وإنهم أغلب الوقت بيكونوا مع بعض، وبتكون بتلقح عليها بالكلام وتقصد تقول إنها شاكة إن ما بينهم علاقة. وعلى الرغم من إن مانسي بتكون فاهمة قصدها، إلا إنها ما بتدافعش عن نفسها وبتقرر تتجاهلها. وفي نفس الوقت ده مديرها استدعاها للمكتب علشان تحل مشكلة في الكمبيوتر، وعرفها إن في احتفال بالليل ولازم تحضره، وقال لها بطريقة غير مباشرة إنه عايزها تقرب من رجيف وتعمل أي حاجة هو عايزها، حتى لو هتدخل في علاقة معاه علشان يقدروا ياخدوا منه الصفقة بشكل رسمي. وعلى الرغم من إنها كانت فاهمة قصده، إلا إنها وافقت وراحت للحفلة، وده لإنها ما كانتش حابة تخسر شغلها وأحلامها تضيع. لكن أول ما رجيف حاول يقرب منها بعدته، بسبب ده خسرت الصفقة، وكمان علاقتها بفيشل بدأت تتوتر أكتر بعد ما اتأخرت في الحفلة. ولما حاولت تشرح له إنها حفلة تبع الشغل رفض يسمعها، وقال لها إنه لحد دلوقتي بيتمالك أعصابه عليها لأنه بيحبها، لكن مش هيستمر في الوضع ده كتير. وطردها من الأوضة وطلب منها ما تتكلمش معاه مرة تانية. وتاني يوم لما حاولت تصالحه اتعصب عليها وقال لها إن الحاجة الوحيدة اللي لو عملتها هيقبل يسامحها هي إنها تستقيل من شغلها، لكنها رفضت وقالت له إن الشغل ده اللي ساعدها في إنها تكون مستقلة ومعتمدة على نفسها، وإن زي ما هو مهم عنده الشغل هي كمان مهم بالنسبة لها الشغل، لأن الشغل عن طريقه هتقدر تكون غنية وتشتري البيت وتعيش الحياة اللي بتحلم بيها. لكنه ما كانش مهتم بكل ده، وكانت طريقة تفكيره مختلفة عنها تماما. وكان شايف إن أهم حاجة بالنسبة له هي إنهم يقضوا وقت أكبر مع بعض وتكون علاقتهم هادية ومن غير مشاكل، طبعا ده بغض النظر عن المكان اللي عايشين فيه ومستواهم الاجتماعي. وفي الفترة اللي كانت علاقتهم ببعض متوترة، والدة فيشل بعتت بونتي ابن عمه يعيش معاهم في البيت علشان يشتغل في المدينة، على الرغم من إن فيشل كان معارض لده، لأنه كان عارف إنه مدمن كحول وبيتصرف تصرفات طايشة. وعلشان كده فيشل قاله إنه هيديله فرصة 3 شهور بس، ولو ما قدرش يثبت نفسه في الشغل هيرجعه للقرية مرة تانية. وخلال فترة صغيرة علاقة مانسي ببونتي بدأت تبقى قوية، وبقوا قريبين جدا من بعض وبيقضوا أغلب الوقت مع بعض، وكانت مانسي مبسوطة من ده. وفيشل بدأ يلاحظ ده ويغير، وفضل يزن على بونتي بإنه يلاقي شغل في أسرع وقت علشان يبعده عن البيت أكبر وقت ممكن. وده اللي حصل فعلا، لكن غيرة فيشل برضه كانت مستمرة، وعلشان كده بدأ يلمح لبونتي بإنه ينقل لبيت جديد، لكن بونتي أخد كلامه بهزار ومهتمش، وده ضايقه. وفي نفس اليوم ده اتكلمت مانسي مع فيشل وعرفته إن عندها اجتماع تاني يوم بعد الشغل وضروري تحضره. وعلى الرغم من إنه ما كانش موافق نهائيا، إلا إنها قدرت تقنعه وقالت له إن بونتي هيروح معاها، وفعلا وافق. وراحت مانسي مع بونتي، لكنها راحت معاه لحفلة تبع رجيف علشان تقنعه مرة تانية يديها صفقة المشروع. وهناك طلبت من بونتي ما يعرفش فيشل بخصوص إنها حفلة، ولو سأله يقوله إنها اجتماع، لكنها شربت كتير، وده كشفهم قدام فيشل اللي أول ما شاف حالتها قال لها إنه غلط لما ما سمعش كلام والدته وطلب من بونتي ياخد هدومه ويمشي. لكن مانسي وقتها رفضت وهي مش في وعيها، وقالت له إنه لو مشي فهي كمان هتمشي معاه وتسيبه لوحده. والتاني يوم لما فاقت وافتكرت اللي قالته اعتذرت له، لكنه مهتمش وقال لها إن هي وبونتي إنه مش هيدخل في حياتهم مرة تانية، وقال لها إن كل واحد منهم يقدر يعيش بالطريقة اللي حاببها. وبعدها أخد شنطة هدومه وعرفهم إنه هيسافر يقضي يومين مع والدته في القرية. وسافر فعلا، وده ضايق مانسي لأن اليوم ده كان عيد ميلادها وهو ما افتكرش. لكن بالليل بونتي فاجئها واحتفل معاها بعيد ميلادها وشربوا كتير، وانتهت الليلة بإنها خانت فيشل معاه. وتاني يوم بونتي كان ندمان لأنه خان ثقة ابن عمه، وشايف إن اللي حصل ما بينهم كان بسبب تأثير الكحول، على عكس مانسي اللي ما كانتش عندها مشكلة. وقالت له إنها مبسوطة باللي حصل لأنها بدأت تفهم إن جوازها من فيشل كان غلطة كبيرة. وفي نفس اليوم بالليل قررت إنها تبيع نفسها لرجيف مقابل إنها تاخد الصفقة. لكن لما رجعت تاني اتفاجئت إن فيشل رجع وشافته وهو بيطرد بونتي من البيت لأنه سمح لها تخرج بالليل وتبات بره. ولأنها كانت بدأت تحب بونتي راحت قابلته وقالت له إنها مش قادرة تعيش من غيره، واعترفت له بحبها، وبعدها ركبوا العربية مع بعض. وده كان نفس الوقت اللي هي اتخطفت فيه.
وبعد ما بتعترف بكل ده بتتفاجئ لما بيتشال القناع من على وشها إن فيشل هو اللي خطفها، ولما بيعرف بحقيقة كل اللي عملته بيسيبها تمشي بعد ما بيطلقها وبيخليها تتنازل عن كل حقوقها. وبعد كده بنشوفه وهو بيشرب مع بونتي وحزين لأنه كان بيحبها بجد واتخدع فيها. وبنعرف إن هو وبونتي كانوا متفقين مع بعض من البداية. لما بدأ فيشل يحس إنها ما بتحبهوش وإنها استخدمته كوسيلة عن طريقها تفضل عايشة في المدينة. وبنعرف إن بونتي يبقى أخوه الصغير مش ابن عمه، وبنعرف كمان إنه صور فيديو لمانسي وهي مع رجيف وبعته لفيشل، اللي راح بعد كده ووراه للمدير بتاع مانسي وقال له إنها بتخطط لإنها تاخد مكانه في الشركة بمساعدة رجيف وخلاه طردها. وبعد كده خطف رجيف وهدده بإنه لو ساعدها أو خلاها تشتغل معاه هينشر الفيديو وهيشوه سمعته، وبكده بيقدر يحقق انتقامه منها وبيرجعها لنقطة الصفر مرة تانية بعد ما بيخسرها شغلها وكل ممتلكاتها. لكن بعد شهر من طلاقهم بنشوفها وهي راكبة مع رجيف في عربيته وبيرحب بيها في عالم الشغل بتاعه، وبيقول لها إن جوزها مش عارف قيمتها وإن مش تهديده ليه بالفيديو هو اللي هيخليه يبعد عنها. وبينتهي فيلمنا وبيعلمنا إن الفلوس والطموحات زي ما هي نعمة فهي برضه نقمة ممكن تدمر صاحبها. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها.